با هاي إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من العاصمة الفرنسية باريس، مدينة الموت والعطور من قلبها النابض، وعلى بعد خطوات قليلة على شاذليزيه، هذا الشارع الذي يعتبر قبلة لعدد كبير من السياح الوافدين إلى هذه العاصمة من أجل حضور مؤتمرات دولية ومعارض عالمية، واهتمامهم بما يعرفه العالم من تطور وتحولات الصناعة الحديثة والمتطورة. بالأمس القريب قابلت أحد أبناء القطر الشقيق والدولة الصديقة للمملكة المغربية الشريفة، إنها الجمهورية الليبية. وربما قد يكون التاريخ قد يشهد بمعاهدات كانت تربط كل من المملكة المغربية والجمهورية الليبية، بما في ذلك عدم وجود ضرائب لتخليص التصريح الجمركي وتبادل تجاري. وما شاء الله عرفت العلاقة التي كانت وما زالت قديما علاقة وطيدة مبنية على الوفاء والإخلاص. فتحياتي للقطر الليبي وللليبيين عامة، بأن إذا لم تخن الذاكرة فكم من شاب وكم من شخصية وكم من عامل اشتغل بليبيا وكسب ما شاء الله ما كان كافيا لبناء بيت له في المغرب أو شقة له في المغرب، أو ربما حتى شقتين، شقة في بلده في مدينته، والشقة الثانية شقة تطل على البحر أو في منطقة جبلية. وخاصة أن المغرب كله مساحات خضراء وكله ما شاء الله طبيعة ساحرة. فشكرا لهذا التعاطف الموجود الذي نرجو من الله أن يدوم على مدى العقود والعصور والزمن. شكرا مرة أخرى للشعب شكرا لك. وصدق من قال إنما المؤمنون إخوة.